في أواخر أيار بداية شهر حزيران، دانا أختي الصغيرة بلشت تحس بوجع راس مختلف، وجع ما مرش عليها من قبل. الحل الوحيد اللي كان يخفف شوي إنه صارت تنام ساعات طويلة، ساعات تغيب فيها عن العالم وتغيب فيها عن نفسها، خمول، انعزال، وحياة عم تنسحب من تحتها بصمت. نامت 2 قامت تشيل بقدر رب العالمين. بعد الزيارة لطبيب أعصاب طمنا، ميجرينا كلاسيكية، مجرد وجع رأس نصفي، بس إحنا حسينا إنه في إشي أكبر، والأيام مرت والوجع كبر وإحنا عاجزين. جربنا كل إشي، مساج، محاولات تغيير جو، حاولنا نضحكها، بس الوجع أصعب من إنه يتعالج بالبيت. بنصيحة خطيبها عملنا فحوصات شاملة ومن ضمنها فحص الMRI. سلمي على هنادي. هنادي هاي. بنتيجة الMRI شفنا إشي مختلف، مشهد غريب، إشي غير مفهوم في جذع الدماغ، إشي موزع بطريقة غير عادية. ولحتى نتأكد بعثونا على مستشفى نهرية، وهناك انتظرتنا عملية الخزعة. How do you feel? I'm feel زي الفيل. أسبوع كامل من الفحوصات، فحوصات بتعيد على بعضها، دم، صور، أسئلة متكررة من الأطباء، وكل نتيجة تفتح باب تساؤل جديد. ساعات طويلة من الانتظار، ممرات المستشفى، تعابير وجوهنا المتعبة، كثير صور وفيديوهات بتوثق لحظات ما بين الخوف والأمل. يا جماعة صدمة، أمي نايمة. ده أنا شو رأيك؟ أمي نايمة كل وقت نايم. بعد عملية الخزعة بيوم استدعانا الطبيب، قعدنا قدامه وقال الخبر اللي قلب كل الموازين. الخزعة بتورجي ورم سرطاني اسمه ليمفوما أولية في الجهاز العصبي المركزي. نظراتنا تلاقت، أنا، أبوي، وسالي أختي. كلمة سرطان كان الاحتمال الوحيد اللي حاولنا ندفنه ونزيحه من عقولنا بتاتا، لكنه كان الواقع اللي لازم نواجهه. الدكتور قال في علاج، مشوار مش سهل بس في علاج. الخبر كان ثقيل كثير، دانا أختي كانت تحت تأثير المنشطات. العيلة كلها عم تسألني عنك. بتسأل علي وقولي أنا منيحة. أنت منيحة؟ الحمد لله. يا حسن أنت اليوم؟ الحمد لله حسن. الحمد لله. قولي لهم إنك بتحبيهم. أنا بحبهم كثير العيلة. ما كانتش مستوعبة بالكامل، واكتفت بكلمة رح نمرقها مش مهم كيف. أعطينا حالنا لحظة حزن وانتقلنا فوراً لمرحلة العلاج. دخلنا عالم الكيماوي في مستشفى رمبم بحيفا، 5 علاجات خلال 3 أشهر. 3 أشهر مليانة وجع وضحك، مليانة تعب، لحظات انكسار، وبالمقابل لحظات أمل أكبر. في نص الطريق بعد العلاج الثالث عملنا فحص MRI. دخلنا الفحص وبقلوبنا في كمشة أمل، ولما اجتمعنا مع الدكتورة لحتى نسمع نتيجة الفحص 98% من الخلايا السرطانية اختفت، واللي ظل حتى يمكن مش فعال. نفسنا للمرة الأولى بعمق، حسينا إنه الطريق إلها معنى، وكملنا لحد آخر علاج. كان يوم مختلف، يوم خفيف رغم كل الثقل. دانا خلصت آخر جرعة كيماوي، استقبلناها بالبيت استقبال بليق بشجاعتها. وصلت عند دودو على المستشفى، بس بعدنا بنعرفش إذا دودو مروحة على الأكيد ولا لا، فعلى الحالتين هاي إن شاء الله هيك خلص إحنا بندعي إنها تروح. تعالوا وبحكي لكم شو عم بيصير. مروحة مروحة. جايز وصلنا يا حبايب للعلاج الأخير لدودو الحبيبة، وأنا لسه حاليا موجود في بيت دانا عند الأهل بانتظار الشباب والصبايا ولاد العم عشان نعمل أحلى مفاجأة لدانا. خليكم معنا، ترقبوا، وإن شاء الله دودو بتتفاجأ وبيكون أحلى يوم في حياتها. بحب كثير دودو، وخليكم معنا. ليتس جو. شو حابة اليوم؟ انت عارفة اصلا شو في لولو؟ احنا ليه هون؟ ليه؟ عشان دانا حلو. شو مال دانا؟ مروحة. يا سلام، مبسوطة عشان مروحة؟ آه. بدنا نفاجئها.
شو تقول لدانا؟ ادعوا لنا. انت قولي لي. شو؟ سلامتك. سلامتك. والله يشفيكي. الله يشفيكي. بحبكم. يا رب تصحي. شو شعورك ان قبل شوي عفوفة كانت عارفة تقعد، قالوا لا في عدانا حام ولكن ما تروحش اليوم، بدكم تعرف تقعد، قلب الأم والوجع والحنان والمحبة ودودو، بس إسا إجا الخبر إنه دانا مروحة وإن شاء الله ساعة زمن بتكون عنا. فإسا شو شعورك إنه بنتك خلصت آخر علاج وبعد بس الزرع اللي هو بعد شهر من اليوم، بس مبدئيا نقدر نقول إنه 80% من العلاج خلص. الحمد لله الحمد لله، أحلى شعور بالعالم. بتصدقش قديش هيك الإشي كان مأثر في طبعا وما زال، بس حاسة إنه عبء كبير من اللي كان بقلبي نزل شوي بعد التبولين اللي مرقتها دودو. لأنه كل مرة كانت تقول كان قلبي من جوا يتقطع عليها. وإن شاء الله لخير. إن شاء الله كل خير. شفت عينك، صرت من ساعة ما حكوا معي صرت محضرة لبان. مولع الأمور مولعة، لو زمان روحت دانا. دودو يا روحي يما، مرقت الطريق الطويلة وظل شوي هيك نتوفة صغيرة. احنا كلنا حدك وداعمينك وبنحبك كثير كثير، وبنعرف انك انت قوية وقدها ورح تتحدي كل الاشياء اللي بعدها مستنيتك، واللي هي هيك وكيف حكينا شوي صغيرة من اللي مرقناه. وانا آمنة، واحساس الام مش بقولوا احساس الام بخونهاش، احساسي انك انت طالعة منا بشكل كبير جدا ان شاء الله بقدرة ربنا، وبفضل دعوات الكل، دعوات العيلة والحبايب والأصدقاء وكل الناس اللي بيعرفونا واللي بيعرفوناش. فإن شاء الله يما فترة هيك وبتمروا على خير، وكلنا هون لسه عم نستناكي بفارغ الصبر. حبيبتي بالأمير استني شوي، هسه احنا هيك بكينا ودمعنا شوي، فينا نشوف شو عاملة هسه. أهم من كل الحكي يا يابا يا الواحد مات جوا. في ملاحظة لازم تعرفوها، إنه المرأة الجميلة هون هي خالتها لدانا، بس بآخر هاي الفترة اللي مرت هي إمها لدانا الثاني كانت حبايبي. لولاها كان الوضع أصعب بكتير، كان هون بالبيت. فخالتي فيروز اللي ما بعرفها حبايبي. هي مسكت البيت بهاي الفترة، لأنه إمها لدانا وأبوها كانوا شوي كثير مشغولين مع دانا، فهي كانت قايمة بالبيت وزيادة. شو شعورك بعد ما عرفتي إنه دانا أخرى ساعة إن شاء الله بتكون مخلصت كل العلاجات وظل عليها بس هيك إشي بسيط من العلاج الأخير؟ أول إشي أنا الله ما طعمنيش أولاد، بس كلكم ولادي طبعا، وفرحان كتير إنه دانا خلصت العلاج الحمد لله، وفي كتير تقدم بعلاجها والحمد لله رب العالمين. أنا كتير سعيدة اليوم وفرحانة لأختي كيف فرحتها يعني تنوصفش. كتير سعيدة وبنستنى بس تفوت على البيت إن شاء الله، والمرحلة الصعبة خلصت وقوايا كلياتنا واحد بقوي التاني الحمد لله رب العالمين. شو حابة تقول لدانا؟ دانا حبيبة قلبي، بتمنى لك العمر الطويل وسعادة وتشفي خالتي حبيبتي، وأشوفك أحلى عروس بالدنيا يا رب. حبيبتي حبايبي صور لي ورداتي بس لو سمحت. مش الوردات مش ورداتي جماعة يا بهاي الفترة قد ما هي مفلسة خالتي كانت. لا مش فلس والله، لا جبت من جميع أنواع الورد، هون يمكن في 20 أو 25 نوع. هاي الحديقة الكبيرة، طلعوا الحديقة الكبيرة هيك نظرة من بعيد. ودودو نيالك عندك دودو إن شاء الله حياتك كلها ورد بورد يا أمي يا روحي أنت حبيبة قلبي حبيبتي. خلتو خلي لنا إياكو ويفرحني فيكو كلياتكم. آمين. فرحتي من ساعات خيطة بتنوصفش لما أنا شفتك، قلبك من جوا نط من الفرحة زي اللي أعطتيني مال الدنيا أنا، وهاي فرحتي. خال بعرف انك مستعجل، بس لازم نعرف شو رايك وشو بدك تقول لدانا بمناسبة انه هذا اخر علاج لإلها واخر شوي بتكون عندنا في البيت. اول شيء لا شعور يوصف شعور الاب، ورغم انه دانا لحد لسه ما خلص المشوار، بعد المشوار قدامنا، ولكن احنا المرحلة الصعبة ان شاء الله من ورانا واحنا متفائلين خير. فدخول دانا على البيت بعد علاج
وبيدخل بهجة وفرحة، وفي شعور ممكن أصفه كأب اللي ربى. وشعور الأب مهما الإنسان يحاول يوصفه، ولكن شعور الأب لا يمكن يوصف. فخاصة الولد إذا ربك امتحنه زي ما الله امتحن دانا، فهناك بتعرف قديش الحب هذا، وحب سامي وحب راقي، حب الآباء والأمهات لأبنائهم. فإحنا الحمد لله دانا المرحلة الصعبة إن شاء الله من ورانا، وظل عليها مرحلة الزرع الجذعي، ولكن إحنا كمان متفائلين خير في هاي المرحلة، ومتأكدين لما الإيمان موجود وحواليه الواحد الناس الطيبين والناس اللي بيحبوا، والدعم هذا كله مش بس من البيت، من كل الناس اللي دعموا دانا. فإحنا الحمد لله إيماننا موجود، ومتأكدين دانا رح ترجع وتلف العالم، وإن شاء الله بنعزمكم على عرس دانا حبايبي ان شاء الله. ولدانا حابب تقول شيء لدانا؟ دانا حبيبة القلب ومهجة الفؤاد. بس أنا بس أحكي لدانا شوي بتأخر كثير، عشان هيك اعذرني من إن أسهب في هذا. دانا يا حبيبتي، بكفي أقول إنك أنت كنت وما زلتي وستبقي البارومتر اللي بيحرك شغاف قلبي. فوجودك يا دانا مش عشانك تشبهيني، وجودك في البيت له نغمة أخرى، وجودك بالبيت له رونق آخر، وأهلا وسهلا فيكي في البيت هذا اللي هو بحبك وبحضنك، لأنك أنت بتدخلي على البيت هذا حياة. فأهلا وسهلا فيكي، أهلا بالحياة، و100 مرحبا حبيبتي. مرة في البيت، وإن شاء الله المشوار الجاي بتروحي وبترجعي بيكون آخر مرة، وبيكون المرحلة العصيبة هاي من ورانا. آمين. بحبك يا أبوي. آمين. اليوم يوم احتفال، اليوم نار. طيب حبايب، عشان تفهموا احنا شو ناويين نعمل، هاي البوابة اسا بنسكرها، ودانا المفروض تيجي تفوت من هون، بنكون واقفين صف هون وصف هون عشان نزقف لها ونرحب فيها. هاي الزينة يسلم ايديها سناء، يعني دايما المبدعة اللي دايما بتكون عندنا بهاي المناسبات السعيدة. هاي اشي خفيف من شغلها يعني، بس اذا حبيت تشوفوا شغلها هون الاكاونت تبعها في الانستغرام. فالمفروض انه دانا هات ناخذ لكم كيف بتفوت هيك. ان شاء الله بنكون هون صف وهون صف بنستقبلها، وبمرق الاشي على خير يا رب، توصل بخير وسلامة. جماعة دانا قربت توصل، وعم بتجهز عشان يزقفولها. ان شاء الله خير يا رب. وصلت دانا جماعة. على السلامة. دانا أثبتت إنها أقوى من المرض وأقوى من الخوف، بس القصة لسه ما انتهت. بعد أسبوعين فحص جديد، وبشهر 11 رحلة ثانية، رحلة جديدة، زرع نخاع من جسمها لنفسها، زرع لحتى تضمن لنفسها بداية جديدة وصفحة مختلفة. اللي جاي مش سهل، بس دانا قده وإحنا قده، ومتأكدين إننا رح نمرقه خطوة بخطوة ويوم ورا يوم.